بقصتنا الغريبة أنا من الله طلبت سامحني حبيبي لولا عليك كذبت. بقصتنا الغريبة أنا من الله طلبت سامحني حبيبي لولا عليك كذبت. كذبي بيضة ومش مقصودة بالحب رسمت لها حدودة. كذبي بيضة ومش مقصودة بالحب رسمت لها حدودة. بدموعي كلماتك كتبت أنا من الله طلبت سامحني حبيبي سامحني حبيبي. يا قدري ونصيبي مهما علي عتبت بأيامي الكئيبة العتمة بحبي غلبت. ضويت لك عمري شمعة بين الآخ وبين الدمعة. ضويت لك عمري شمعة بين الآخ وبين الدمعة. أنا كرمالك دبت سامحني حبيبي لولا عليك كذبت. سامحني حبيبي سامحني حبيبي. سامحني حبيبي لولا عليك كذبت. بقصتنا الغريبة أنا من الله طلبت سامحني حبيبي لولا عليك كذبت. كذبي بيضة ومش مقصودة بالحب رسمت لها حدودة. كذبي بيضة ومش مقصودة بالحب رسمت لها حدودة. بدموعي كلماتك كتبت أنا من الله طلبت سامحني حبيبي سامحني حبيبي. الو ماما دلال، جيت على المكتب وشفت المفاجأة حلوة كتير. شكرا. ايه طيب اوكي باي. شو هذا؟ شهاداتي وكل المعلومات اللي ممكن تطلبها مني. ماما دلال بتعرفي؟ نعم أستاذ، بتعرف كل شيء عني. وبتعرف المعلومات؟ نعم أستاذ. لكن ما في داعي اشوف. يعطيك العافية. ليك اوعى تتجوز الا من بنت اكابر. ها انت منك اقل من جلال. ومين قال لك جلال مبسوط وسعيد بهالجازة؟ يدخلوا
وشو ناقصه ليش؟ يما تعود على البنات المجاديب. هدى انتبهي لكلامك. ما حدا رح يسمع. اما شو هيدا؟ كأنه أنا مش أمه، كأنه ما عنده لا أم ولا باي ولا خاي. هدى إذا ما بدك تنتبهي لكلامك بلا هالجلسة. شكرا. قولي أول شغل بتشتغليه بالمكتب عندي؟ يعني أول مرة بتشتغلي بحياتي. طب تفضلي عادي. عادي عم ترشفي مثل الورقة. عادي. سوري، في اسألك سؤال حشرين؟ عندك لسان؟ عاملة دراسة عن التقارير الواردة حسب الميل اللي بعتته السكرتيرة اللي قبلك. برافو. عفوا استاذ، يمكن مش من حقي. هي مش دراسة، وجهة نظر، مجرد وجهة نظر. بعتذر، يمكن تجاوزت حدودي. لا ما تجاوزتي شيء، بالعكس برافو. ما حدا من اللي كانوا قبلك فكر بهيك شيء. على طول حطي ملاحظاتك وفيديني بكل المعلومات اللي عندك. بس أنا ما كنت عم بضحك على هالنقطة. كنت عم بضحك إني اكتشفت إنه عندك لسان. مجوزة؟ لا مبلا، قصدي في شاب بحبني كتير وناطر الفرصة لحتى يخطبني. بس بتعرف انه الزواج بهذه الايام منه هين، وخصوصي انه انا مسؤولة عن اهلي. ايه بس تضحيتك هيدي يعني ما راح تفيد ابدا. هيدي مش تضحية استاذ، المحبة الحقيقية بتعطيك ما بتاخد منك. جلال، يا أهلا. كيفك؟ الحمد لله. أنت رجعت يا ابني؟ لا مش يومين ثلاثة. فوت يا أهلا. مرحبا. يا أهلا وسهلا. لا واضح انك مشتاقتي لي كثير. تفضلي. شو هيدا؟ علبة بسكوي؟ علبة بزيادة علينا علبة شوكولا وعلبة بسكوي. شو يا ابني؟ كتر الشايب براسك. طلع لك ابو جلال. شايب العمر بالسنين غير شايب الهم والغم والمصايب يا جلال. اجا ماني طبطب لك. دخلك؟ عروستك ما في عندها شي اخت؟ ليه؟ منعرفها على خيك. لا وحيدة عند اهلها. بعدين هادي بعده صغير على الزواج. ايه ما بيسوى يكون محظوظ مثلك. الحمد لله على السلامة. أنا أقول مع مين كل هالحكي؟ اهلين خيي، كيفك؟ الحمد لله. وأنت؟ يعني كنت احسن قبل ما اسمع موال امك. ليك هادي شو رايك اهديك طليقتي؟ لا حبيبي، أنا مش قد هيك مرة وهيك جماعة. جلال، إذا بدك تخدم خيك شغله عندك. شغله عندي والجامعة؟ ما بدي الجامعة، الوظيفة مضمونة. بصراحة ما عم طيق لا الجامعة ولا المحاضرات. تكرم عينك خيي، اعتبر انك توظفت. اخيرا طلع منك شي منيح. بس انتبه مش حيلا وظيفة. طيب انا اطمنت عليكم وبكفيني هذا. اقعد يا ابني. لا ما عليه. ليك هادي فيك تعتبر انه علبة الشوكولا لك انت، لانه الظاهر انه كترة المنيح بتطلع السكري. انت ليش هلا تحملي تقلي؟ اذا المشروع بيريحك وبيبسطك اعملي. ما هو منه موضوع بسط بقدر ما هو حاجة.
هيك عبالي روح انعزل كم يوم بأوتيل بالضيعة بعيدة عن كل شي. فكر بكل الأمور، فكر بركي بلاقي حلول على القليلة لوضعك. إذا رايحة تتفكري بس أنا بمنعك. بدي إياكي تشيلي هموم الدنيا عن ظهرك، بدي إياكي مبسوطة على الآخر، بكفيكي. أنا خايفة ما تصير كل هالهموم على ظهرك. أنا قبلين مستعد أحملها، بس أنت تكوني مرتاحة يا ست الكل، بس بشرط إيه؟ تطلعي وبتطمنيني عنك كل يوم. ليش أنا بقدر عيش ما أسمع صوتك كل يوم؟ خلي لي إياكي، خلي لي إياكي. مالك زعلانة مني لأن قلت عنك بلا شخصية؟ ما كان قصدي، بس ما بحب الشواذ. إذا حالي مش قادر أحملها معقولة أقبلها حبيبتي؟ أنا وضعي غير، ما في أتحدى بيا. إذا كنتي صاحبة حق مبلا فيكي، ما بحق له يمنعك تفوتي على الجامعة بحجة إنه لازم تلاقي عريس لقطة وتكوني سيدة مجتمع. مع فارس حبيب ما بيمشوا نظرياتك. يا عال، لكن اعتبريني العريس اللقطة. إيه والله لا يفرمك بيا إذا بيعرف فيك. ليه؟ لأني مش قد المقام؟ على القليلة أنا اخترت حياتي رغم كل هالثروة الفظيعة يلي مقدم لي إياها بيي. زياد، ما تفهمني غلط. أنا بعرف ومقدرة جهدك كرمال تبعد عن ماضي أهلك اللي ما بيشرف. يمكن جرحتك وقت قلت لك إنك بتخلص سنتك الجامعية ب3 سنين، مع إنه بعرف إنه سبب هالتأخير هو سعيك لتأمين القسط. علاقتنا كتير صعبة بوجود عائلات متحجرة بيتمتع فيها خواجة حبيب. متحجرة كلمة كتير قليلة، خاصة لما بنظروا سيدة المجتمع هي ديكور ومصاري مش علم وثقافة. وحياة حبي إلك، وحياة حبي إلك رح تشوفي بعد فترة كيف رح نكون لبعض. وحياتك. أستاذ، شو كان بدك تقولي وسكتي؟ بصراحة الكل عم يسألوني عن زواجك، وليه مرتك بعد ما رجعت، وليه وصحيح طلقتوا ولا على الطريق؟ ايه وشو بتقولي لهم؟ شو بدي اقول لهم؟ بقول لهم أنا ما إلي علاقة بخصوصية الأستاذ. طمنوا، رح ترتاحي قريبا من كل هالأسئلة. إن شاء الله خير. اعطيني الدفتر. اعطيني اياه جلال، ما بتسمح لي اقرا؟ بس نسرين ما رح اعطيك اياه. طب ليش؟ انا قصدي حب. ايه
وانت بعدك صغيرة على الحب. ايه صغيرة وما حالك تفهمين. ايه وانت كبير وبتفهموا، ما هيك؟ ايه ولا ما كنت كتبت قصيدة حب؟ جلال مين سبب هالقصيدة؟ رفيقة إلنا ولا زميلتك بالمدرسة؟ ما دخلك، فهمتي؟ بلا دخلني ونص وانت دخلك كمان. لو انا محلها ليكون عني انا شو؟ ليكون بتحبني. شو القصة جلال؟ بدها تتطفل على اسرار خاصة وتقراها يا عمو، الا عيب هي اسرار خاصة. ايه معه حق جلال يا نسرين، هيدي اسرار خاصه عيب تتطفلي عليها. هي مش أسرار خاصة ماما، هي قصيدة حب. قصيده حب؟ وهو كتبها؟ نعم بابا، ها أول مرة بيكتب فيها شعر. شعر؟ حب يا ماما، شعر حب. يعني فيني اطلع عليها؟ شو هاي؟ لا قصيدة ولا شي، صفحات بيضة. سامحك إذا بتكتب قصايد حب. موافق. بشرط عني. طيب خلص، هلا صار دور الأستاذ. في درس جغرافيا ما عم بفهمه، روح فسر لي إياه. جلال لا تتأخر، بس تخلص بدك تروح معي على السوق وبعدين على المصنع. الله بعت لنا اياه من السما، يعني لو اجيها خي مكان هيك. نزار، يعني بقرارة نفسك ما حسيت بالندم؟ على شو؟ لو تجوزت غيري كان صار عندك اولاد مثل جلال. كنت ندمت لو ما تجوزتك. يعني ولو جبت لك بنت، بغض النظر قد ايه بنحبها، بس بمطرح ممكن يعني تسبب لنا احراج بالمجتمع. جلال، انت ونسرين نعمة بحياتي. صحيح البنت مسكينة لكن قلبها طيب وكلها ايجابيات، ومش مثل ما بيقولوا عنا الناس، عمرها ما اذيت نملة. بس يا نزار ما فيك تسلمها وظيفة بالشغل، يعني ممكن ينضحك عليها وتسبب لك فضايح بالشغل. اولا اذا سلمناها مسؤولية بالشغل مع شوية متابعة بيمشي الحال. ثانيا بوجود ملكة مثلك بحياتي مملكتي بخير. ثالثا مين جزم انه نسرين ما رح يجيها لا اخ او اخت؟ واذا ما تحقق هالشي؟ لا بكون ندمان ولا بكون زعلان، لانه هيك ما رح يجي شخص ثالث يتقاسم حبك لإلي معي. كل هالشعور حيصب عندي ورح تزيد سعادتي. ولا مرة بقدر اغلبك. ولا مرة تبقي تحكي هيك. اوكي. اتركها وليه؟ خصك انت؟ ودي فيها. شو بك؟ شو خصك انت؟ اتركها. شو خصك؟ ودي فيها بقى. جلال ترك. جلال خصك هلا. تركني نهسر له راسه. مرضنا فضايح ومشاكل. خلص يلا. طيب
عسولي زربان. اهلا جلال، اهلا جلال. اهلك ما عم يعترضوا على شو؟ على غيباتك الطويلة وزياراتك لنا على البيت وعدم رجعتك يعني دغري على البيت من المدرسة. أهلي ما بيعرفوا شي عني، وما بيهمهم يعرفوا، ويمكن ما يحبوا يعرفوا. معقول الحكي؟ ما بيسألوني إلا عن مصاري. يلا خلينا نمشي. أنا مبسوط. لا انا مبسوطه اكتر. لا أنا أكتر. لا انا اكتر. أنا مش مبسوط. أنا أكتر واحد سعيد بيناتكم. كيفك بابا؟ يا حبيبتي. تعرف يا جلال، أنت ونسرين صرتوا مصدر سعادتنا بالبيت. دير بالك عليا ها؟ أكيد نزار بيك. شو؟ بين بعدنا عم ندرس. لازم نرتاح هلا، ما صار وقت النوم؟ امرك. تصبح على خير. وانت بخير. مرحبا. تعال هون تعال شوف مستعجل كتير. تأمري شي؟ وين المصاري؟ أي مصاري؟ المصاري اللي عم يعطيك اياهم نزار بيك. ما بيدفعوا، وإذا دفع ما بقبل. اسم الله شو هالعزة النفس. هيك ربيتوني ماما. عزة نفس. امتى بدك تكبر يا ولد؟ كبار بقى افهم. نزار بيك عم يستغلك من انت وولد، عم يستغلك بشغلك كل هالشغل وما بيدفع لك شي. شو عم تستفيد منه لكن؟ عم بستفيد كتير. بالإذن. لك شو هالمجدوب؟ مجدوب هالصبي، مجدوب انعدى من بنته لنزار بيك. شو عملتي؟ كلفنتي له؟ لا هو جاي بعد شوي. بشو مفكرة؟ خلص رح اشرح له الوضع اللي ما بقى فينا اتحمله. بدي اخلص من هالتمثيلية بقى. بعد شوي بطني ببين، فإذا ما كانوا شاكين بالوضع ما أنا بضيتها لعين نفس ووجع بطن. يعني رح تطلبي منه يعلن زواجكم اللي تم بالسر؟ أكيد ما بقى فينا نتحمل أكتر من هيك. والتصوير والعقود اللي ماضي عليها؟ بجيب مصاري من خيو وبيدفع كل اللي لازم حتى يفكس الكونترا، وأنا بخلص من جليغة دم هالكم واحد اللي بعدهم مفتكرين ديما مثل ما كانت قبل. وهادي بيعرف كل هالقصص؟ خبرته كل شي وحبني مثل ما أنا رغم فرق العمر اللي بيني وبينه. فظاعة. تأثيره شو طلع قوي عليكي؟ تخليتي تتخلي عن كل غرامياتك. ولو يا إلسي كأنك ما بتعرفيني، ما بحياتهم كانوا غراميات. لو ما الحياة جبرتني أنا يمكن كنت صرت غير هون. تتذكري أيام زمان؟ وقتها كنا صغار، كنا بالضايعة نلعب مع شذا جارتنا اللي ما كانت تاخد دور غير الخياطة الشريرة، واللي ما كانت تحب تعملنا فساتين حلوة للعرس. قال شو؟ كنت تغار منها. ونحن كنا نفوت نسرق لها القماشات. رزق الله. هديك الأيام كان همنا بس فستان هالعرس. وأنا هلأ كل هم أعيش مع هادي بأمان. شو صبايا؟ وين صرتوا؟ تأخرنا. بتعرفي بمين بتذكرني كارلا؟ بمين؟ بالخياطة الشريرة. الو، وينك خيي؟ بقدر امرق شوي؟
لا بس عايز شوية مصاري، ولو بتبحبحهم بكون ممنونك. خلصوا ولو مستكتر علي هالكم قرش. يلا واصل. شو انزعج الباك الكبير؟ المهم النتيجة، قال لي امرق واخذ اللي بدي اياه. ليك تقبرني، ساعة اللي بتعوز مصاري بتروح بتاخد، لشو تعبان فيهم؟ باي. وين رايح الصبي بهالليل؟ رايح يتسلى، ممنوع؟ عم يتسلى كتير بهالايام. ولك دخلك انا جايب ايامه، خليه ينبسط ويتسلى. امر الله انت ما بتعرف تتسلى، بدكش تخليه الصبي يتسلى كمان. عم رباح، نعم يا بيك. ما بدك تتقاعد؟ قصدك ما عدت مناسب؟ ما عدت تطمن لسواقتي؟ ختيار؟ لا انت غلطان يا رباح. لا، انا ما ممكن اطمن لسواقة حدا اكثر من سواقتك، بس انه يعني انا عم بحكيك مثل ما بحكي بيي. انت الك عمر بهالمصلحة، وبعتقد صار حلك ترتاح. بأمرك. ابتداء من ايمتى؟ من اليوم؟ هلا اذا ما بدك بلا. بس يا بيك انا شو بدي اعمل بالبيت؟ بعدين شو؟ بعدين لازم ترتاح يا بيك. اذا مرق نهار وما شفتك، ما شفت مدام دلال، بكون فهمت. اسمع يا ربح، تقاعد ما في، وبتعتبر بيتنا بيتك، فيك تقطع بأي وقت، وابتداء من أول الشهر تعتبر حالك بإجازة مدفوعة. أنا ما بستغني عنك يا رباح. طول عمرك جلال بيك. صباح الخير. صباح الخير أستاذ. هادي عم بداوي؟ أستاذ هادي خي حضرتك. زي الروا. هادي هون موظف وبس، مش خير. جاوبيني، هادي الموظف عم بداوي؟ هادي ما بيداوم بصراحة. إذا داوم شي نهار بيجي ساعة أو ساعتين وبيرجع بفل. ليش ما بلغتوني؟ ما خطر ببالي إنك ما بتعرف. ماشي. شو أخبار خياتك البنات؟ الحمد لله. قلتي لي في وحدة منهم عم تدرس بالجامعة؟ نعم أستاذ. شو عم تتخصص؟ عم تتخصص هندسة كمبيوتر. حلو. زعلانة إنه ما عندك أخوة صبيان؟ أبدا، خيات ب100 خي، ما في أحلى منهم وأطيب منهم، مهضومين كتير. أنت قلتيها 100 خي. اتصلي لي بهادي على البيت لو سمحت. حاضر. وك نجيب، ليش ما بتصبغ شعرك؟ لشو؟ تتجوز صبية؟ إذا هيك رأيك أنا مستعد.
يا معطر انت جرب اعملها وشوف شو بصير فيك. صباح الخير. يسعد لي هالصباح الحلو. لك يا تقبرني. الله يحمي لي اياك يا حبيبي. الو. ايه اهلا من مزار روا. هادي؟ لا هادي مش هون. بتحبي نقول له شي؟ خيو جلال بده يحكي معه؟ منه هون. ليش ما بتطلبوه على السلولار؟ مسكر خطه؟ بتحبي نبلغه شي بس يرجع؟ تكرمي. باي. يا ابني واخرتها معك معروفة، اخرته رح يكون بالشارع. لك روق شوي كنجيب، روق خلينا نفهم منه. يا هودا شو بدك تفهم انت تفهمي؟ خيو سلموا وظيفة ما عم بداوم، الجامعة ما بده اياها، شغله كل يوم ببيروت، شو عم يعمل ببيروت ربنا اعلم. ماما فهمي بيي انه الوظيفة اللي سلمني اياها جلال ما بدها دوام، اساسا الوظيفة نفسها ما لها لزوم، داومت ما داومت ما بتفرق، يعني دوامي لا بيقدم ولا بيأخر. مخيك جلال هيدا اللي بده اياه، لك كل عمره جلال ما بحبك. باي ماما. باي يا حبيبي الله معك. باي بابا. لوين على بيروت؟ بتحب جيب لك شيء؟ سلامة قلبك. لك تقبرني. لك ما بدي تعليقاتك نجيب. طبعا طالما الامر بيتعلق بهادي. ايه طالما الموضوع بيتعلق بهادي، لك شو بدك فيه يا زلمه؟ بعده شاب صغير اتركه ينبسط. بس لو بنعرف شو عم يعمل ببيروت. لك شو بده يكون عم يعمل يعني ببيروت؟ لك يا نجيب افهم بقى، هن جيل ونحن جيل، هن عالم ونحن عالم، شو بده يكون عم يعمل يعني ببيروت؟ اتركه بعده شاب صغير خليه يظهر وينبسط، لاحق على التعب والتعتير. هيك لا بقى تسمعيه انه اخوه جلال ما بيحبه. مش هيدي الحقيقة؟ ما هو من ساعة اللي خلق وهو ما بيعامله كأنه خيه. يمكن الحق علينا. ايه نجيب دخيلك طوشتني بهالسيرة، عطول بترجع نفس النغمة، شو قصتك ولو؟ ايه جلال بيك؟ شو عم تحكي؟ لا 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 كتير منيح انك حكيتني، منيح اللي قلتلي. اكيد من عيوني. اوكي باي. يا دلي ما بقى معي وقت. يلا لا الغسيل قبل. فانتوا هلا موجودين هون والصبايا موجودين فوق، يعني التكتيك كمان بياخذ معنا مش كثير وقت، فبديكم تكونوا مظبوط. شو استاذ عماد عاجبك الوضع؟ بشرفك كارلا، حاج حكي طالع نازل مش ناقصني، حاج كلام غير مسؤول. هلا كلامي غير مسؤول، مفروض انه كلامي غير مسؤول، بس انت ضروري تحكي معها حكي مسؤول، انت المخرج وتصرفك هيدا عم بيخرب عليك وعم بيخرب مواعيدك ومواعيدنا. شو شايفين فيها هالمخرج وهالمليونير وصاحب الاجانس؟ شو فيها زيادة عني؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبي، انت حبيبي طمني، تحسنت؟ يعني بوجودك ورضاك تصير احسن. حبيبي تفضل. دخلك نجيب؟ انت كنت عارف انه الست دلال جاي اليوم؟ ايه جلال حكي قدامي. عن جد؟ وليش ما خبرتني؟ شو فرقانة معك انت؟ كيف شو فرقانة معي ولو؟ ما لازم نروح ونستقبلها؟ ايه ومن ايمتى كل هالمحبة؟ والله من وقت ما صار ابننا يحكينا بفوقية ويتلقمن علينا، بدي روح لعندها، خليها تعرفوا على حقيقته حيز مغشوشة فيه.
يعني ناوية على مشكل؟ ماني ناوية عشي، بس بدي فهمه كيف الام بيكون قلبها مجروح وكيف الخي بصير يكره خيه. شو إله معنى هالحكي؟ لأنك مجروحة ولا جلال بيكره خيه؟ ما شفتوا كيف فتح معه تحقيق كرمال هونيك كم يوم غياب عن الشغل؟ بكره بخبرها للست دلال عزوقه وبتشحطوا من الشغل للصبي، لازم انا اروح وخبرها. هيدا اللي خايف عليه. ايه هيدا اللي خايفة عليه. بدك تروح معي ولا بروح وحدي؟ لا لا لا، الأكيد الأفضل كون معك. بتعرفي مش حلو الأم تنترك وهي وقلبها مجروح. قوم نجيب، قوم خلصني قوم. يلا لحظة. لحظة شو؟ هلا وقته يصلح لنا اياه هيدا الراديو القديم؟ مع قلبه الشر إذا جاب لنا راديو جديد. قوم حبيبي قوم. مين هذا الشاب يلي على الموبيلات؟ كأنه هودي تبع الهوم ديليفري. مزبوط، معك حق. مين بيكون؟ اسمه زياد الفتوح. الفتوح؟ ولاد الفتوح ما غيرون؟ ايه نعم، ابنه ابراهيم الفتوح. فارس؟ انت واعي شو عم تحكي؟ واعي شو عم تحكي؟ ولاد الفتوح؟ هو هذا فيك تروحي شوي؟ شو جنيتي؟ يه؟ لا ما جنيت، بس اذا اللي عم فكر فيه مزبوط اكيد رح جن وانت السبب. هلا عن شو عم تحكي؟ يعني اذا بتقصدي انه انا بعدني عم شوف الاولاد الفتوح بتكوني غلطانه. بعدين في علاقات شغل، في علاقات اجتماعيه، فهمتيها بقى؟ ان شاء الله اكون غلطانه. هويدا خلصنا بقى من كل هالقصص وخلينا بالمهم. مدام دلال مرته للمرحوم نزار بيك رجعت من عطلتها وضروري نروح نزورها ونسلم عليها، وانا اقول لها الحمد لله على السلامه. روح وحدك، اكيد ما رح تستقبلك. انا اذا قررت روح شوفها رح روح بالك. بابا قد ايه عمره جلال؟ يعني جلال اذا واحد بيشوف شيبته بيقول اكثر من 40، بس يعني هو بعده شاب. بعدين الفلوس بتحافظ على الشبوبيه وعلى الشباب يا حبيبتي يا حنان. اوكي مدام شرفتي. ميرسي. نورت المطرح مدام، اهلا وسهلا. شو قصتك يا جنان؟ شو اول مره بترك البيت؟ يا هي قصدها غيبتك يوم كأنك غبتي سنة ماما. ايه معك حق. شو بك يا جنان؟ هيك من بعيد لبعيد؟ يا دعان العشرة عربية مقصوفة العمر، اشتقت لك واشتقت لاخواتك. منيح اللي جيتي مدام. ايه لحتى نشوف جلال بيك. وحياتك بغيبتك ما دق بابنا، بس كل الوقت كان عم بيتلفن يسألنا إذا بدنا شيء، إذا عايزين شيء. منيح. شو رأيك تطلعي ترتاحي بأوضتك يلي صار لك زمان هجرتيها؟ شو بكي صار لك زمان؟ يلا مشي معي. أنا كمان. لك يا مخضوم، إنه معقول بتجي الست دلال وما بتخبرنا تنعمل من واجباتها؟ شو فيك تعملي ماما؟ مغضوب كيفك بك؟ كيفك يا ابني؟ دخليت؟ شو حاطة برفيوم؟ حلو؟ ريحتها بتقتل. وبلا تهذيب كمان؟ يا أهلا وسهلا أم جلال. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. جلال. يعني منيح اللي جيتي تحضري هالولد العاق. عاق؟ جلال عاق؟ جلال ما في مثله ولا في منه. معك انت، بس معنا نحنا ما بعرف شو عاملين له. هي معك حق، ما عاملين لي شيء ابدا. على كل حال ماما دلال تعبانه وبدها ترتاح. عم يشحتنا كمان. لا ابدا يا سميحه، تفضلوا اهلا وسهلا. تفضل ابو جلال، تفضل اهلين. طيب انا صار لازم امشي، بدك شيء مني ماما دلال؟
اسأل جنان. ايه نحن اوعى تسألنا، مش لازمنا شي. لأنه ما في داعي أسأل، بعرف إنك كل 10 دقايق عم بدقي على المكتب وعم بينفذوا لك طلباتك. بالإذن. امشي رباح. معلش طولي بالك عليه ام جلال. ام جلال؟ مين انا؟ لا تسلمي لي الهيئة، انت ام جلال. مدام دلال معها حق. بشو؟ ضروري تناضل وتكافح حتى تتحرر من الماضي. كيف يا رباح؟ وأنا السبب بموت نسرين؟ لا. بلا. الجبن هو ما خلاني أعرف دافع عنها. كل هالعز اللي أنا فيه بسببها هي. فارس حبيب، رح تشوف أيام سودة، وعيت.